السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هعمل لكم بسكوت النشادر بتاع زمان، البسكوت الأصلي. دايما بنتجمع عليه وبنقعد نعمله مع حبايبنا. كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب. النهارده ان شاء الله هنعمل البسكوت نشادر بالمكنه. حلو جدا. هقول لكم على سر التسويه بتاعته، هقول لكم ازاي يطلع معاكم اللون ذهبي وجميل ومستوي، والبسكوته دايبه وجميله وهشه. حلو جدا جدا، هيعجبكم. جربوه بنفس الطريقه. بس يا ريت الاول مره يشرفني بالاشتراك ويفعل الجرس على الكل علشان يوصل له كل جديد من فيديوهاتنا. بصوا ما شاء الله، بصوا اللون بتاعه، لونه جميل جدا. كمان البسكوته بتاعتنا هشه وجميله ودايبه. ده البسكوت الاصلي بتاع زمان، تمام، مش بتاع المحلات، لا، بسكوت الاصلي بتاع زمان اللي كلنا كنا بنعمله زمان، امهاتنا كانت بتعمله. يلا نشوفوا مقاديرنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي 15 بيضة، تمام، 15 بيضة. معانا 15 كيس فانيليا. عندنا 15 بيضة، عندنا 15 كيس فانيليا، تمام. معانا 3 كيلو دقيق، معانا نص كيلو سمنة وكيلو سكر بودرة ورشة ملح، وكمان معانا كيس بيكنج باودر. خلاص، هنا هنمشي خطوة خطوة، واحدة واحدة معاكم اهو. احنا حطينا ال15 بيضة وحطينا الفانيليا، تمام كده اهو. وهنحط السكر البودرة بتاعنا. السكر يا حبايبي لازم يبقى بودرة، تمام كده. وهنبدأ نضرب بالمضرب الكهربائي بتاعنا او نضرب بالمضرب اليدوي. هو على فكرة كنا زمان بنعمله بالمضرب اليدوي، وكنا امهاتنا كانت بتعمله بكف ايديها، يعني مش هيتعبك في اي حاجة، مش هياخد منك مجهود ولا اي تعب. خلاص، يا ريت الاول مرة يشرفني باشتراكه وينزل تحت يحط اللايك. اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، اللايك مهم جدا للفيديو يا جماعة. خلاص، هنا بدأت اضرب بالمضرب الكهربائي بتاعي. زي ما قلت لكم، اللي ما عندهوش مضرب كهربائي ممكن يضرب بالمضرب السلك العادي او ممكن يضرب بكف ايديه. خلاص، هنضرب حلو كده لحد القوام بتاعنا ما يفتح ويبقى القوام كريمي معانا وحلو، تمام كده. وهنبدأ ننزل بباقي المكونات بتاعتنا، بس هنمشي خطوة خطوة. كملوا معايا الفيديو للآخر وهتشوفوا كل تفاصيل البسكوت بتاعنا اهو. هنفضل نضرب كده ضرب حلو لحد القوام بتاعنا ما يتقل معانا ويبقى كريمي وفاتح، تمام. هبدأ اقلب كده بالمعلقة واجيب اللي تحت فوق علشان المضرب بتاعي يجيب اي حبيبات سكر او اي سكر او اي بيض تحت ما اتضربش كويس. خلاص اهو كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنا هنحط على 3 كيلو دقيق، رشة ملح، والكيس البيكنج باودر، تمام. وهقلبهم تقليبة حلوة كده اهو، زي ما انتوا شايفين. هقلبهم تقليبة كده بايديا عادي، مفيش اي مشكلة، تمام. وهبدأ اجيب الخليط اللي انا ضربته والقوام بتاعه بقى فاتح معايا وكريمي وجميل. هبدأ انزل على الدقيق بتاعي. خلاص، نسيت اقول لكم برضو معايا نص كيلو لبن، تمام، لبن دافي، ومعايا 3 معالق نشا. خلاص، 3 معالق نشا كده حلوين، خلاص، او معلقتين كبار حلوين. خلاص كده اهو. هبدأ كده، انا مش هعجن، لا، انا هقلب كده بس، ايه، هقلب الدقيق مع الخليط بتاعنا. خلاص، مش هعجن علشان ما يقلبش معانا ونعمل مطة للعجينة بتاعتنا او للبسكوت بتاعنا. طبعا البسكوت بتاعنا حساس ومش عايز عجين، لا طبعا البسكوت ده زيه زي الكحك، زي الغريبة، زي اي حاجة، مش محتاجة عجن. خلاص، هنا كانت حبيبتي واختي هي اللي بتعجن، تمام كده، ام شمس اهي، تمام. هتشرب كده الدقيق، تمام، بالخليط بتاعنا. وهنبدأ وهتبدأ تنزل. هبدأ انزل لها كده النشادر بالحليب. خلاص اهو، هنا نص كيلو حليب، هنحط عليه معلقتين كبار وهقلبهم وادوبهم كده. الحليب دافي يا جماعة،
خلاص هبدأ اقلبهم كده وادوبهم. هيبقى النشادر لو بتاعتك سليمة هتبدأ تشوفي، هتحسي ان الحليب تقل معاكي وقوامه تقل معاكي. خلاص. لو ما عملش التقل ده او ما غيرش من الحليب يبقى خلاص كده النشادر بتاعتك بايظه، بلاش تحطيها. خلاص هنا خلصنا كده العجينه تمام وبقت مظبوطه معانا ومية مية. هنبدا كده نحط في المكنه بتاعتنا. هي المكنه هنا بس معلش كان القمع مش جاي عليها علشان القمع مش بتاعها. هي المكنه دي جديده بتاعتي فانا لسه جايباها، بس القمع الراجل الله يسامحه ما ادانيش القمع بتاعها. تمام. فالقمع كان مش جاي عليها، فحاولنا نقطع بالسكينه او نقشر شويه علشان تيجي على قد المكنه بتاعتنا. فاتخرمت من تحت شويه، فمش مشكله عادي هتشتغلوا تمام وخلاص. خلاص كده بدأنا نشتغل اهو ونقطع اهو زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. تمام كده اهو. هنا خلصت صاج اهو، حطيته في الفرن. طبعا انتي هتهدي النار، انا حطيت في الفرن البلدي بتاعتي، انتي ممكن تحطي في فرن البوتاجاز. بصي السوا بتاعه ما شاء الله جميل جدا اهو. هنا كمان هنكمل باقي. انا عملت هنا ايه بموس تاني، موس نجمة. تمام. انتي ممكن تغيري براحتك. تمام. اللي انتي عايزاه، الموس اللي انتي تحبيه اعمليه. هنا بوريكم النار هاديه خالص. تمام. علشان بس ايه ما يتحرقش مننا، عشان دي فرن غاز مش فرن بوتاجاز. خلاص. هنا بدأت كده اعمل بالنجمة اهو. هنا كانوا عندي نور مش قادرة تلف المكنة، عشان كده كنت مستنية هي تضغط جامد وتلف. طبعا نور صغيرة فمش قادرة تلف المكنة. خلاص اهو. اهو انا بقول لكم هنا شكل الكحكه دي او الدايره دي اللي انتوا لو حابين تعملوها شكلها حلو قوي قوي. وعملت طبعا النجمه هي بنفس الموس. تمام. هنا بقول لكم خلاص العجينه خلاص قربنا نخلص اهو. انا كنت مقطعاها الكور على قد المكنه. خلاص. هي المكنه بتاعتي طبعا صغيره اهو. اهو هنا كنت بقول لكم كده هتعملي نفس الشكل ده لو انت حابه تعمليه. هو طبعا الموس ده بيفكرنا بزمان وبيفكرنا بايام زمان. خلاص اهو. ممكن تعملي الموس ده برضو، بقول لكم الموس اللي يريحكم اعملوه، او الحاجه اللي انتوا حابينها اعملوها. خلاص. بس هو ده الموس اللي بيفكرنا ببسكوت زمان، البسكوت الاصلي بتاعنا. كل سنه وانتم طيبين. هنا اهو حطيت باقي الكميه في الفرن اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. النار طبعا هاديه. هقفل عليه الفرن وهسيبه يستوي براحته اهو. هنا كنا خلاص خلصنا. بس ما شاء الله لونه جميل ازاي، ما شاء الله تبارك الرحمن، حلو جدا جدا اللهم بارك. اهو كان شكله. هنا يحيى طبعا كالعاده ما شاء الله حاطط ايده. ادعوا ليحيى ربنا يحفظه ويبارك فيه. اهو كان هنا بوريكم السوا بتاع البسكوت. بسم الله ما شاء الله جميل جدا اهو. قدمته معاكم. جربوه بنفس الطريقه وان شاء الله يعجبكم. بسكوت النشادر بتاع زمان، البسكوت الاصلي بتاعنا اللي احنا كلنا بنتجمع وبنعمله وبنفرح وبنعيد. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. البسكوته بتاعتنا هشه وجميله ودايبه حلوه جدا جدا، هتعجبكم. جربوها بنفس الطريقه وهستنى رايكم وكومنتاتكم. هستنى تعليقاتكم الجميله، هستنى لايكاتكم الجميله. يا ريت اللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس. ينزل تحت على الشمال ويضغط اشتراك ولايك. هستنى تعليقاتكم، هستنى رأيكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. اشوفكم على خير. اقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.